نعود إلى الفصيح مع أمير من أمراء الفصيح. في الحقيقة قد تلاحظون ربما منذ أن بدأت الحديث لا أكثر الكلام عن الضيوف وأترك لشعرهم يتحدث عنهم، وأعتقد أن شعرهم سوف يفيد وسوف يشيد. الأستاذ الشاعر الذي سبق وشارك في المسابقة العربية المشهورة التي تبث على قناة أبو ظبي، مسابقة أمير الشعراء، وسبقنا السنة الماضية أن استضفنا شاعرين اثنين أيضا مرة بهذه المسابقة. اليوم أيضا نستضيف شاعرا آخر أستطيع القول بكل ثقة أنه شاعر من العيار الثقيل. شاعرنا اليوم حفظ القرآن في سن مبكرة، صعد المنابر في سن مبكرة، له محفوظات شعرية لا تعد ولا تحصى، يحفظ القرآن الكريم ب3 قراءات. فصراحة شخص مثل هذا وفي سن مبكرة، يعني هو من مواليد سنة 1983. شاعرنا اليوم له ديوان قيد الطبع بالقاهرة. أستاذ حسن أحمو الأحمدي الذي جاءنا من مدينة تالدان العالمة عاصمة العلم والعلماء. صراحة يعجز الإنسان أن يقدمك بكل صراحة. الحمد لله أن سيرتك الذاتية طويلة جدا وبها الكثير من الأعمال، شارك بالعديد من المهرجانات الدولية والوطنية، وهو اليوم يتوج هذه المشاركات بالمشاركة في أحد المهرجانات التي سوف بل إنها الآن تنافس على الصعيد الوطني، ألا وهو ملتقى طنطان للشعر. هذا الملتقى الذي بدأ وهو الآن في عامه الثالث، صدقوني هذا الملتقى سوف ينافس على الصعيد الدولي في مستقبل السنوات القادمة. أستاذ، نحن فخورون جدا 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 بأنك بيننا اليوم، وأترك لك الكلمة قصيدتين اثنتين، الأولى بعنوان لا عاصمة اليوم، والثانية بعنوان أجل رحيلك. التلاميذ أنتم مدعوون إلى اكتشاف ماذا؟ البحر. أنتم مدعوون إلى اكتشاف البحر، أو مطالبون باكتشاف البحر. مساء كظهر اللوز أو أبعد، باد هواك فماذا تنفع الحجب؟ باد هواك فماذا تنفع الحجب؟ هون عليك عراك الوجد والطرب. إيه أطنطان ما أخفيت منهمرا من الوداد كماء المزن ينسكب. سما بك اليوم هذا الجمع مبتسما، وزان ربعك هذه الأنجم الشهب. كأن رملك والأسوار من وله سكرى تميل بها أبرادك الخشب. هبي على الروح أنداء معطرة، فقد تحقق في أبهائك الأرب. دين على الشعر أن يسهى بلؤلؤة أرض تسامت بها الغايات والرتب. قالوا القصيدة قالت وهي صاغرة، هنا المكارم والإبداع والأدب. قالوا القصيدة قالت وهي صاغرة، هنا المكارم والإبداع والأدب. يا أيها الجمع
صاغت سوس أغنية من البهاء إلى مغناك تنتسب. إذا فرشنا على الريحان أفئدة من الوفاء فهذا بعض ما يجب. هذا بعض ما يجب. القصيدة بعنوان أجل رحيلك. أجل رحيلك إن حزنك أعمق، وطن العروبة في مدارك أعرق. يا ممعنا في الريح سر قصائدي شجر على كف الكآبة مورق. عطشان تساويها الأصالة والأسى، ويصدها عن ماء دجلة مشفق. أرخت بالريحان واشمهزائي، وصهيل خيلي في المدائن أسرق. أو كلما يممت شطر جزيرتي يرتد عن شط العروبة زورق. لي خيمة كانت هنالك جنة مثوى، ولي نخل هناك وأينق. ورحلت والشجر القديم يعيدني، وأريد يعرب في المواكب الأعمق. تغتالني الأحلام بين شراشفي، فكأنني فوق الوسائد زئبق. قارورتي حزن بنكهة فرحة، وحقيبتي أمل خجول أوثق. وذكرت عبلة كحلها مستوحش، وذكرت عبلة كحلها مستوحش. وعلى أضابين الجوار معلق. صافحت ماضي مقلتين، وفي دمي طيف الحسين بكربلاء محدق. ناديته ودفنت في أرجائها قلبا يئن، وعبرة تترقرق. لم أنس ميلاد الشموس على يد ذهل الزمان بها ورفرف بيرق. سطعت على الدنيا فكانت رية، وكسى رباها بالوضاءة رونق. يا أيها الممتد مهلا لم أزل حيا، ودم المسترد معتق. لي من يواقيت الزمان فريدة، وعلى لساني للفصاحة منطق. دع سبحة البيضاء دمية طفلتي، دع شال أمي سيل نهرك مغرق. أنا لم أزل حيا هنا متوثبا، وأنا لتيجان الشهامة مفرق. لي موعد ليلى لباب قصيدتي، ولخيمتي الفيحاء عهد مشرق. القصيدة الأخيرة بعنوان لا عاصم اليوم. خمس وعشرون ما أودى بك الأسف. مضى المحبون عن دنياك وانصرفوا. تشابه الناس لم ترحل نوارسهم، وأنت وحدك بين الناس مختلف. أمامك اثنان، آمال وراحلة، وخلفك اثنان، هذا الحزن والشغف. آنست نارا وما أغرتك ألسنها،
فقد تساوى لديك البؤس والترف. دين على الريح أن تلقاك شاهمة وفي ابتساماتك الولهى لها تلف. قالوا ثملت ولم تسكر بخمرتهم، وما رشفت من الصهباء ما رشفوا. زاه بدمعك ساه تحت غيمته، لاه عن الوعي في اللاوعي. لو عرفوا شابت بكفك أحلام تهدهدها، وشال شالاتها التسويف والخرف. ماذا تبقى ومنديل الهوى مزع، ونخلة الروح لم يحفف بها السعف. قالوا فقلت استعاراتي مهدلة، ورحلتي في مجازي روضة الأنف. مستوثق الخطو أمشي في مناكبها، أمشي الهوينا ولم أعبأ بمن وقفوا. أطوف 70 لا 7 بكعبتها، أفر منها إليها ثم أعتكف. عكازتي سلة الذكرى، وتوريتي حبات سبحتها في الأفق تنكشف. من قوة الغيب أدني خيط أخيلتي، فأحتسي الوحي أقداحا وأغترف 20 عاما. وأبياتي معتقة أشدو على مسمع الدنيا، فترتجف. هي القصيدة بكرا دونها غرف، من فوقها غرف، من تحتها غرف. لا عاصم اليوم إلا الشعر من فرق، فاركب معي زورقا بالنور يلتحف. شكرا. الله، يعني شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم. أخذتنا إلى هناك بعيدا، ومن هناك من تلودان عاصمة العلم والعلماء إلى طنطان، وما أدراك ما